اهلا بكم اعزائي المشاهدين. حلقه النهارده عن الجيش المصري. في كتير من التساؤلات والشكوك وعلامات الاستفهام، واللي لفت نظرنا ليها مشكورا برامج التوك شو حول اداء العسكر في اداره البلاد. العسكر اللي عامل نفسه واصي علينا، العسكر اللي بيقولوا ان هو اللي حمى الثوره. تعالوا نشوف ازاي الجيش المصري كان بيضرب المتظاهرين في ميدان التحرير وبالرصاص الحي. والاخر يقول ان هو اللي حمى الثوره. الصور ما بتكذبش. لسه الجيش المصري بيستخف بقولنا. جاب لنا واحد مش عارفين جابه منين بيقول لنا ده جاسوس اسرائيلي وكان موجود في الميدان اثناء الثوره. جاسوس ايه اللي بتتكلموا انه كان موجود ايام الثوره ودخل قبل تنحي الرئيس؟ هو كان في حد مش اجنبي عارف يمشي اصلا في البلد ايام الثوره؟ ده اي مصري بعينين خضر كان بيتمرمط في الشارع. انا هسأل نفسي سؤال، وهو لو اسرائيل عايزه المعلومات دي تبعت ليه واحد اسرائيلي؟ ما تبعت اي جنسيه اخرى يمكن التمويه يكون افضل. متهم بانه بيحرض على حرق اقسام الشرطه. دايما المتخابر ده بينزل يجمع معلومات، وده عادي، يعني شيء طبيعي ان الدوله تبعت ناس تجمع معلومات وتبعتها لجهاتها الاسرائيلي الامريكي، لكن يحرض على حرق اقسام شرطه؟ انا طبعا حاولت وبذلت جهود جباره علشان افهم. انا ازاي اصدق ان واحد راجل جاسوس في اسرائيل بيتكلم بلهجه شاميه طبقا لكلام الرئيس المصري؟ ايه الرساله اللي المجلس العسكري عاوز يوصلها لنا؟ قصدكم ان ميدان التحرير كان فيه جواسيس؟ نفس فكر النظام القديم هو مفيش اي تغيير، ونفس كلام حسني مبارك هو تقدروا تقولوا لي مين ادى الحق للجيش عشان يعتدي على الناس بحجه انهم بلطجيه او مجرمين؟
بنلوم ضباط الجيش لأنهم استخدموا العنف مع تجار سلاح وبلطجية. انتهاكات لحقوق الإنسان وافتراء على الناس. والمصيبة الكبيرة كانت يوم الأحد الدامي في مظاهرة الآباط اللي أباح فيها الجيش دم إخواننا الآباط وفتح النار عليهم بمنتهى القسوة والعنف. ده غير مشاهد الدهس اللي كلنا شفناها. الأقباط يشعرون بأن مشاكلهم تتكرر كما هي باستمرار دون محاسبة للمعتدين. وانا بتهم الجيش انه قتل مينا برصاص الحي، وانا بتهم الجيش انه قتل مينا برصاص الحي، بان حصلت حالة من الفزع على اثارها اتوجهت القوات المسلحة الشرطة العسكرية اللي كانت موجودة في الوقت ده وابتدت تضرب في الناس في لحظة بدون اي اسباب. اتوجهت القوات المسلحة الشرطة العسكرية اللي كانت موجودة في الوقت ده وابتدت تضرب في الناس في لحظة بدون اي اسباب. لو ربطتي انه النهارده يطلع الشريط بتاع الانبا هدري والنهارده يطلع الشريط بتاع قناه الحره، على بالليل هتلاقي شريط تاني ان المتظاهرين اتجننوا وهم اللي بيقتلوا في بعض. النقطة الأساسية اللي بقولها بقى هنا، أحداث ماسبيرو تمهيد للتطبيق العسكري للأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات. وفعلا يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. فعلا يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. ويطلعوا في الاخر يقولوا لنا ان العساكر ما كانش معاهم رصاص حي وان في ناس ضربوا نار على الجيش من صفوف المتظاهرين. والمصيبه الكبيره مش في الحادثه دي وبس، المصيبه الكبيره لما طلع الاعلامي الكبير والصحفي القدير الاستاذ عادل حموده على احدى القنوات الفضائيه وبيستغيث بالجيش المصري. هيجري هجوما واضحا من هؤلاء الشيوخ في هذه الزوايا والمساجد الصغيرة ضد الأقباط. أنا بقول من دلوقتي، وهنا عايز أعرف إيه اللي ممكن يحصل عشان ما يتقالش إن إحنا ما قلناش. الاستاذ عادل حموده بيستغيث بالجيش المصري من السلفيين اللي بيجمعوا نفسهم من كل حته في مصر عشان ينزلوا الجمعه اللي جايه في ميدان التحرير عشان يخلصوا على اخواننا الأقباط بالكامل. أحد المشاهد المهمة جدا والخطيرة جدا بناء على ما جرى من كلام خطير جدا عن المسيحيين والمسلمين يوم ماسبيرو، إنه حصل إنه بدأت دعوة من عشرات السلفيين يمكن من أماكن مختلفة في أنحاء الجمهورية عشان يتجمعوا في ميدان مصطفى محمود عشان ينزلوا إلى ميدان التحرير ويخلصوا على اللي موجودين دول مش إسرائيليين، خلصوا عليهم وطهروا البلد منهم. يعني إبادة الأقباط في مصر، وده صحفي كبير وإعلامي قدير، إزاي الجيش يستهتر بكلامه؟ وخصوصا إن أكد كلامه وقال إن ده خبر. الحاجة الأهم جدا واللي أنا مستعد أقولها بكرة أفكركم إن يوم الجمعة الجاية بعد ساعات، بعد أيام قليلة، هتطلع الزوايا من كافة أنحاء مصر والمساجد الصغيرة بتحريض من قوى كثيرة. هيجري هجوما واضحا من هؤلاء الشيوخ في هذه الزوايا والمساجد الصغيرة ضد الأقباط. أنا بقول من دلوقتي، وهنا عايز أعرف إيه اللي ممكن يحصل عشان ما يتقالش إن إحنا ما قلناش. وده خبر يمكن خبر من أخبار بكرة، وده خبر يمكن خبر من أخبار بكرة.
صدقوني هيحصل. فأنا بقول هذا الكلام. ويا ريت على كده وبس، ده كمان التلفزيون المصري بيحرض على قتل المتظاهرين. لكن الأحداث التي وقعت وتقع حتى هذه اللحظة أمام مبنى ماسبيرو استدعت أن كل الوضع يتغير. طبعا طول ما في مجلس عسكري فاشل بيحكم البلد، عمر البلد دي ما هتتصلح. يتصرف المشير طنطاوي مع بعض الفاشلين الذين يعاونونه، وانا هقول الكلام ده قبل ما ممكن الشرطه العسكريه تقتحم دلوقتي الاستوديو. ده المشير نفسه شهد زور. المشير شهد زور. المشير شهد زور. ايوه دلوقتي ما انا ماليش دعوه شهد زور. انا بقول لك ما شهدش زور، ده عند ربنا. يبقى هتحاكمه ازاي؟ هتحاسبه ازاي؟ هو بصي، هو شهد زور او ما شهدش زور دي حاجه ترجع له. احنا ملناش غير مطلب واحد، احنا بنطالب باسقاط المشير. يسقط المشير هو الهتاف الكبير علشان نسمعه هنا في ميدان طلعت حرب. واللي نسأل الناس الموجودين والمجتمعين وبعد أحداث ماسبيرو، لو سقط المشير ايه اللي هيحصل؟ احنا اسئلتنا دي كانت دايما بتيجي بعد الهتافات اللي تخص سقوط المشير وسقوط المجلس العسكري. معظم ولسه في ناس كتير قوي بقت بتكره الجيش المصري. موشا ديان بيكره الجيش المصري. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. جولدا مائير بتكره الجيش المصري. واليهود كلهم بيكرهوا الجيش المصري، بس دول يهود مش مصريين، وليهم حق يكرهوا الجيش المصري بعد اللي شافوه في حرب اكتوبر واللي شافوا فيها الويل من ابطال رجال القوات المسلحه.